قصتي اليوم البنات المراهقات. نصيحتي ليكم ما تبقاوش تمشيو عند شي واحد بوحدكم، والثقه لا، حيت بنادم خياب والشيطان كيقلب غير على الفرصه. السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان ان شاء الله يا ربي. تلقاكم هاد القصه في احسن الاحوال يا ربي. ما غاديش نطول عليكم ونقول لكم بسم الله على بركه الله في قصتنا جديده. سميتي الزهرة، أو كما كيعيطوا عليا في الدوار، أما السمية الحقيقية في الحالة المدنية هي فاطمة الزهراء. عندي حاليا 17 سنة. كما قلت لكم أنا بنت الدوار، بنت العروبية. الحمد لله عندنا كل شيء، ما مخصوصين من والو، البقر والغنم وحتى المعز والدجاج من الفوق. مما يعني الحمد لله شابعين في كروشنا ولله الحمد. اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال. أنا البكرة، يعني أنا الكبيرة في خوتي. إوا كبرنا، درت 6 سنين، دخلت المدرسة العمومية. كنت غادا مزيان في قرايتي بخير حتى درت السادس، نجحت الحمد لله. خصني نطلع للكوليج، والكوليج ما عندناش في الدوار. الاب ديالي ما كانش من النوع اللي غيجلسني في الدار، بالعكس الله يخليه ليا، جرى معايا حتى تسجلت في المدرسه في الفيلاج، ودرت النقل المدرسي وبديت كنافي من الدار للمدرسه ومن المدرسه للدار. بقيت على هاد الحال حتى درت 16 عام. كنت كنقرا وكلشي مزيان، حتى لواحد النهار غتقول لي ماما بلي بنت خالتي غادي تجي من الخارج. كانت كتسكن هي وراجلها وغادي يجيو للمغرب، غادي يشريو الدار في نفس البلاصه اللي كنقرا فيها. هي هذيك وصل الوقت اللي جاو فيه وخداو الدار وسكنوا فيها، حيت 5 سنين ما جاو. العائله كامله كتجي عندهم لديك الدار حيت ما عندهمش فين يمشيو. كل مره كيمشي عندهم واحد. انا حيت كنت كنقرا في البلاصه اللي شراو فيها قريبه لليسي ديالي، كل مره كتقول لي جي عندي للدار هنا بلا ما تمشيو الصباح تفيقي بكري، حيت كان عندي النقل المدرسي كما قلت لكم. قلت ليها في الاول لا ماشي مشكل، حيت انا اصلا ديك الساعه يلاه بدات الدراسه، ومره نقراو مره ما نقراوش. وصلت العطله ديال الربيع، شدينا واحد السيمانه، قالت لي دوزيها عندي. هي هذيك ما قلت والو. مشيت النهار الاول داز مزيان، النهار الثاني حتى كنلاحظ الشوفه ديال راجلها في شكال. قلت مع راسي غير جاب لي الله. وصلت ديك الربعه ديال النهار، قالت لنا بنت خالتي غادي نمشيو لشي بلاصه نتغداو. ركبنا في الطوموبيل ديال راجلها حتى كنهز راسي في المرايه اللي قدامه، كنلقى راجلها كيشوف فيا. قلت غير غادي نكونوا شفنا بجوج في دقه واحده. دوزتها له المره الثانيه هكاك، الثالثه غمزني. انا حشمت، كيفاش قدر ومرتو حداه؟ واش حتى لهاد الدرجه الرجال هكا؟ صافي وصلنا، انا صافي تسدات لي الشهيه، حشمت في بلاصتو. المهم خرجنا درنا ورجعنا للدار في العشيه. انا فاش وقع لي هكاك ما كنبقاش في البيت بوحدي، فين ما مشات بنت خالتي كنتبعها. وصل ليل وبغينا نناسو، وهما حيت خداو الدار فيها 3 طبقات. قالت لي هبطي جيبي لي تليفوني من بيتي، بيتها كاين في الطبقه الثانيه. الصدمه هي اللي غادي نتصدم فاش هبطت. فاش قالتها ليا قلت نهبط ماشي مشكل، كيحسب لي راجلها مازال خارج. حتى كنوصل فتحت الباب وكنلقاه مسكين، شاد التليفون ديالو. فاش شافني وقف، انا وليت كنقفقف في وجهي ولا بحال ما طيشه. قال لي مالك تزنقتي؟ قلت لي والو، غير طلعت لي سخانه وصافي. قلت له بغيت التليفون ديال ساره، هي هذيك جابوا لي، وفاش بغيت نشدو شد لي يدي. قال لي طلع التليفون ومع ديك الوحده هكاك هبطي لتحت، غادي نقول لك شي حاجه غتعجبك. انا بقيت مصدومه، طلعت وكنشوف بنت خالتي كيفاش كتعامل معاه وهو اش كيدير. صافي ما قدرت نقول والو حيت انا سكوتيه ونيه، واخا ما عرفتش يوقع ليا ما كنعاودش. داكشي هي هذيك. وصلت 12 بغينا نناسو. انا خفت لا يخلي مرتو تنعس ويجي عندي. بقيت خايفه وكنبكي شي ساعه هكاك. بقيت هكاك حتى داني الناس. صافي صباح الصباح قالت لي بنت خالتي جي تفطري معانا. انا ما قدرتش نفطر معاهم ونجلس في نفس الطبله اللي جالس فيها داك الشماته. بقيت درت راسي كنجمع في الفراش. المهم بقيت معطله حتى سمعت صوت شي واحد هابط في الدروج. حليت الباب بشويه، شفت شكون، بان ليا هو خارج. صافي وطلعت الفوق تما فين كاينه الكوزينه. فطرت وعاونت بنت خالتي في داك الشغالات ديال الدار، وحيت هي ما عارفاش ديك البلاصه مزيان، الا خصها شي حاجه كنمشي انا نجيبها لها. هي هذيك عطاتني الفلوس غادي نجيب لها الصخره. جيت صونيت في الباب حيت نسيت ما هزيتش الساروت. مع صونيت باقا بنت خالتي ما هبطاتش تحل لي الباب، حيت ديك اللعيبه ديال الانترفون خاسره ما كتحلش، خاص حتى تهبطي تحلي. حتى كنتفاجئ بداك الشماته هو اللي حل لي الباب، حيت كان داخل في الكراج. هذه هي الصدمه الثالثه. وليت تاني كنقفقف. قال لي فين كنتي؟ قلت لي كنت مسخره. صافي دخلت وسديت الباب.
وهو يشدني من يديا، جرني دخلني لداك الكراج اللي كان فيه، زيرني من يديا بزوج وسقني مع الحيط، كيحاول يتحرش بيا. بديت كنغوت واخا عارفه حتى واحد ما غادي يسمعني، حيت مرتو في الطبقه الثالثه. حتى كنسمع في مرتو كتعيط ليه، حيت جا وطلع غير عرفني خارجه وهو يهبط. بقى كيتسنى، قال لي نحل الباب ونجي. صافي انا طلعت وهو بقى شي 5 دقائق مورايا باش ما نطلعوش بجوج بدقه. طلعت وانا كنقفقف ومصدومه، حطيت الصخره في الكوزينه ودخلت للحمام. بقيت كنبكي، بغيت نمشي لدارنا وما عنديش كيفاش. قلت غادي نزيد نصبر تسالي هاد السيمانه ونرد البال اكثر. صافي خرجت وطاحت عليا واحد الفكره، مادام انا عندي التليفون علاش ما نديرش ليه تسجيل صوتي، باش الا وقعت شي حاجه ولا فضحته يكون عندي شي دليل، حيت ما غاديش يتيقوني، حيت هو في عينيهم ملاك اللي خاصها شي حاجه كيطلبوه هو، وكيعاون الناس اللي ما عندوش. زعما عاد فهمت بلي كيكفر على الذنوب اللي كيدير. انا بنت خالت مرتو، واش دار ليا يعلم الله اش كيدير مع البنات الاخرين. بنت خالتي نيا كيضل يضحك عليها بزوج كلمات زوينين وجوج شراوط، بقات في الحوايج الماركه اللي خرجت يشريها ليها. واش كاع اللي كيكونوا عندهم الفلوس كيكونوا خونه؟ كرهته. وبقات فيا بنت خالتي في نفس الوقت اللي كتفتخر بيه. ما جات فين تسالي ديك العطله، حتى كنت غادي نخليه حتى ينعسوا ونهرب، ولكن الا هربت غادي يحسب ليهم كاينه شي حاجه، ولا هربت مع شي واحد حيت كنت كنقرا. صافي وليت دايره الاحتياط ديالي ودايره معاه البال اكثر من اي حاجه، والتليفون ما كنحيدوش من يدي. صافي خرجت نتسخر كيف ديما، وتاكدت قبل من مرتو بلي ما غاديش يرجع دابا، وخرجت معايا التليفون حيت ما كنتيقش. صافي هبطت مشيت خديت داكشي اللي خارجه على قبله. فاش كنت جايه حتى سمعت شي واحد كيغوت عليا، هذا ماشي صوت بنت. درت لقيتو داك الشماته. هاد المره ما خفت ما تزنقت، قبل ما يوصل شعلت التليفون ودرت التسجيل. حيت اي كلمه تقالت غادي تسجل. قلت نستغل الفرصه ونبقى نسول فيه علاش كيدير هكا في ظهر مرتو. جا قال لي كنتي مسخره، قلت لي اش بالك. بدا يضحك حيت سؤال باليد بحاله. شافني هز الصخره وهو يشوف ليا في يديا، لقاني دايره دوك الخواتم ديال 3 دراهم كيعجبوني وما كنحيدهمش ومازال دايراهم. كون كانوا كيهضروا يقولوا لكم اش وقع ليا داك النهار. المهم شماته سولني عرفتي دوك الخواتم شنو كيعنيو عندنا. قلت ليه في خاطري ماشي سوقي، ولكن حيت كنت كنسجل قلت نجاوبو. قلت ليه لا. قال لي كيعنيو بلي مزوجه. قلت ليه لا عادي كيديروهم المزوجات والمطلقات وحتى الارملات والعازبات. وقلت ليه كيديروهم حتى الشمايت اللي ما كينتميوش لمعشر الرجال. بقى كيشوف فيا وهو يقول لي هضرتك قاصحه، واش مع كلشي ولا معايا غير انا؟ غادي تقولوا واش مازال ما وصلتيش للدار؟ استغليت الفرصه حيت كنت كنسجل ودزت من هدا كاع الديور، وهو ما قال والو حيت كان عاجبو الحال. نكمل لكم. قال لي الا بغيتي نتزوج بيك ونديك، وديك الساعه كاع ما تحتاجي تبقاي ديري هذا الشيء، غادي ديري غير خاتم الزواج وهو ديالي. قلت في خاطري دار لك ان شاء الله، وفي نفس الوقت عجبني الحال حيت هاد الهضره تسجلات. قلت ليه مرتك؟ قال لي مالها الشرع عطانا 4، الا ما بغاتش غادي نطلقها ونسكتها بالفلوس. تصدمت، واش كاع اللي عنده الفلوس كيدير هكا وكيكون حس براسو؟ كيفاش هذا عنده جوج وجوه في الدار كيدير راسو ما كيعرفنيش؟ وشوف دابا. صافي تسجل داكشي اللي بغيت، جبت التليفون وحبست التسجيل. هو عنده سوارت، داكشي علاش سبقته وصونيت وقلت لمرتو جيت انا وراجلك نيشان حلي لينا الباب. راه قال لي نسى السوارت الفوق. السيد بقى كيشوف فيا كيحسب لي غادي يديرها بيا. حتى هاد المره اللي عطو الحنش كيخاف من الحبل. صافي حلات الباب ودخلنا، طلعنا الفوق تغدينا، جمعنا الروينه وهو ما عرفتش فاش كان كيصاوب. قال لمرتو عطيني الموس، انا حيت كنت قريبه قالت لي عطيه لي عافاك. جبتو سيد عطيته الموس وشد لي يدي مع الموس حيت كان مازال عندي. دورتو ليه في يدو السيد وهو يغوت. قالت لي مرتو مالك؟ قال لي الموس ماضي ما رديتش البال وقصت يدي. قالت لي مالك فين كتشوف؟ تما تاكدت بلي شماته وسميت الراجل بزاف عليه. جا النهار اللي غادي نمشيو للدار وبنت خالتي غادي تبقى تما واحد السيمانه. فرحت حيت اخيرا رجعت وما وقع والو. هو رجع للدار وبنت خالتي بقات. صافي سالات ديك العطله ورجعت نقرا. حتى واحد النهار كانت تفاجئ تاني بلي داك الشماته جالس فواحد القهوه مقابله مع بلاصه اللي كيكون فيها النقل المدرسي. السيد ماشي جالس باش يشرب القهوه، السيد جالس باش يعرف اش من وقت غادي نطلع فيه الليسي حيت بعيد على البلاصه ديال النقل. انا كنت قاريه مع 11، داكشي علاش كنبقى في النقل حتى كيقرب الوقت ونمشي. غاديه مع اليما بيا حتى بان ليا السيد شافني ووقف. خلص وخرج. صافي انا غاديه وهو كيعيط ليا. ديت معايا بنت باش ما نكونش بوحدي. الدريه كدور كتقول لي واحد راجل كيعيط لك. قلت لها راجل علاش جاتو؟ سمعتو بزاف عليه. ما بقيتش نقول ليها حيت داكشي كان بيني وبين راسي. بقى تابعني الطريق كامله وبنادم كيشوف فيه.
صافي وصلت للاسي، صونات ودخلت، ما بغيتش ندور ورايا. صافي كل نهار كنشوف الطوموبيل ديالو حدا اللاسي. انا من داك النوع اللي مصاحبه مع راسلي، الدريات كنعرفهم في القسم صافي. فاش عرفتو ولا عارف في الليسي غادي يدير ليا شي حاجه، وليت كنخرج مع 4 دريات ولا 5. صافي السيد كيشوفني ماشي بوحدي كيمشي. دازت ديك السيمانه ما بقيتش كنشوفو. ماما مشات عند خالتي باش تجلس شويه مع بنت خالتي، حيت كما قلت لكم 5 سنين ما جات. مشيت حتى انا، واخا كنت كنقرا حتى داك الدوار فيه النقل كنت كنمشي معاه. صافي دازت شي 5 ايام هكاك، جا داك الشماته تاني حيت كان واحد العرس وغادي نمشي ليه حتى انا. واخا كنت قاريه غيبت. المهم غادي لدار العروسه وغادي بالدفوع، وانا المهمه ديالي في اي عرس كان اللي عندها شي تليفون تعطيه ليا نصور ليها به. شديت تليفوني وتليفون بنت خالتي وتليفون واحد المراه ما كنعرفهاش. المهم انا رجعت للور باش نصور كلشي. السيد شافني تاني وهو يجي حدايا، كلمه نسمعها وكلمه لا. مرتو كانت القدام. صافي داز داك النهار رجعنا للدار. فاش كيبغي شي حاجه كيخلي مرتو والبعالك الصغار ويطلبني انا. حشمت في بلاصتو. اش هاد الخبط شحال عنده من وجه. صافي مشاو ورجعوا لدارهم. من تما ما بقيتش كنمشي عندهم. كتقول لي جي عندي كندير السبه بلي عندي امتحانات خاصني نحفظ وما كاينش الوقت. المهم داك الشماته كيبان ليا مره في القهوه، مره يدوز حدا الليسي. جا النهار اللي غادي نمشيو فيه وخالتي قالت لي بلي نمشي عند بنتها نجيب السوارت حيت غادي يخليوهم عندها باش مره تمشي تطلع عليها وتجففها. خرجت من الليسي ومشيت عندها للدار. لقيتها كتجمع في داكشي في الطبقه الثالثه، رجلها لتحت كيقاد داكشي في الطوموبيل. قالت لي هبطي لتحت حتى نجي. هبطت لبيتها، بقيت جالسه وهو يطلع داك الشماته تاني. دخل لقاني ما خرجش، لا سد الباب وجا عندي. انا وقفت، قالت لي حل الباب وهو يشد لي يديا وبغيت تحرش بيا تاني. قال لي حيت بغيت نمشي وشحال ما شفتك غادي نتوحشك. خليته حتى غفل، هزيت رجلي وضربته المنطقه الحساسه. الافلام ديال الاكشن بعدا نفعوني في هذه اللحظه. صافي خرجت من البيت وطلعت عند بنت خالتي. قلت لها عطيني الساروت راه الوقت داز والنقل غادي يمشي. سلمت عليها وخرجت بلا ما نشوف الشماته. اخيرا تهنيت. دابا بغيتكم تنصحوني، انا ما قلتها لحتى واحد والتسجيل مازال عندي. وهاد العام عاوتاني غادي نجيو وغادي تقول لي جي عندي. اش من سبه غادي ندير حيت غادي يحسب ليها غير ما باغاش نمشي عندها ولا شي حاجه. بغيت نفتحو ولكن حتى واحد ما غادي يثق حيت في عينيهم راجل مزيان وانا كنبقى غير بنت. الا قلت شي حاجه غادي يخرجوني. المهم عطيوني شي نصيحه وشكرا بزاف حيت سمعتوا ليا. بنات هنا سالات القصه ديال اليوم. ما تنساونيش من الاراء والتعاليق ديالكم لصاحبه القصه والنصائح ديالكم. بالنسبه ليا نصيحتي لكم ما تبقاوش تمشيو عند شي واحد بوحدكم والثقه لا، حيت بنادم خياب والشيطان ما عرفتي اش يدير. بنات ما تنساونيش من التعاليق ديالكم الزوينه. وبسلامه عليكم. نضرب لكم ان شاء الله موعد في القصه المقبله ان شاء الله. بسلامه عليكم وكنبغيكم بزاف.